أهلا بكم شباب في قناة جمال رمضان، والنهاردة أول حلقة لينا مع بعض في كورس ال HTML للمبتدئين. مبدئيا كده، يعني إيه HTML؟ HTML يا صديقي، لو جينا نقسم كده الحروف دي هنلاقي إن كل حرف منهم هو اختصار لكلمة معينة، هو اختصار لجملة هايبر تكست ماركب لانجوج. طيب يعني إيه الكلام ده؟ الهايبر تكست ماركب لانجوج يا صديقي، لو إحنا جينا ترجمناها كده للعربي هنلاقي إن هي اسمها لغة ترميز النص التشعبي. طيب برضو يعني إيه؟ تعالى كده نقسم الجملة دي لجزئين عشان نبدأ نفهم الكلام ده بصورة صح. طيب تعالى ناخد الشق الأول وهو الهايبر تكست اللي هو النص التشعبي. دلوقتي لو رحنا على الموقع ده، تمام، هنلاقي إن موجود عندنا مجموعة باراجراف كده مكتوبة وفي شوية لينكات عندنا. طيب برضو أنا لسه ما فهمتش، واحدة واحدة نبدأ نفهم مع بعض. طيب دلوقتي هنا أنا موجود مثلا في، وليكن دي صفحة الهوم بالنسبة لي، تمام، وأنا عايز أروح على لينك تاني. أنا عندي لينك هنا بيوديني على البيج بتاعت الأباوت، عندي لينك تاني بيوديني على البيج بتاعت الكونتاكت، عندي مثلا لينك بيوديني على جوجل، تمام. طيب أيا كان من ده، هو أنا هنا مش ربطت الصفحة اللي عندي دي بمجموعة صفحات تانية أقدر إن أنا أروح لها عن طريق اللينك، والصفحات التانية دي ممكن أقدر أروح مثلا منها لصفحات تالتة عن طريق اللينك. هو هنا النص التشعبي إن أنا بعمل مجموعة روابط بربط البيج دي ببيج تانية عن طريق اللينك ده، وهو ده باختصار النص التشعبي. طيب نيجي للشق التاني. طيب الشق التاني اللي هو إيه؟ اللي هو الماركب لانجويج. تعالى كده نشوف المثال اللي قدام مننا ده. طيب الماركب لانجويج يعني ايه؟ دلوقتي احنا مكتوب قدام مننا باراجراف زي ده ومكتوب عليه شوية اشكال كده شبه الاشكال اللي قدام مننا دي. طيب برضو انا لسه ما فهمتكش. طيب تعالى كده نخلي الموضوع بشكل اوضح. طيب دلوقتي انا هنا بالنسبة للشكل اللي قدام مننا ده، وانا هنا عرفت ان اللون الاحمر ده هيخلي ان الحرف ده كابيتالايز، ان انا هحول الاتش دي من سمول لكابيتال، التي دي من سمول لكابيتال، اي حاجه تحت منها الشكل اللي هو باللون الاحمر ده ان هي تتحول من سمول لكابيتال. طيب الشكل اللي هو باللون الازرق ان هو يخلي الايميل ده شكله ايتاليك، اللي هو الكلام اللي بيبقى مائل. طيب اي حاجه تحت منها اندرلاين، ان هي ايه اللي يحصل فيها؟ ان هي تبقى بولد وكابيتالايز، يعني المفروض ان جمال رمضان ده يبقى بولد وكابيتالايز. طيب هنا بعد ما قريت ان الشكل اللي باللون الاحمر ده كابيتالايز، الشكل اللي باللون الازرق ده هيبقى ايتاليك، الاندرلاين اللي هي باللون الابيض هتبقى بولد وكابيتالايز، فبدات ان انا افهم ايه الحاجات اللي المفروض ان هي هتتعرض بصورة تانية. طيب فالشكل النهائي يا شباب المفروض ان انا بعد الجزئية دي الشكل النهائي يبقى معايا بالشكل ده. يبقى بالمختصر المفيد كده، الهايبر تكست ماركب لانجوج هي ال HTML. طيب انا بعمل ايه بال HTML او بستفيد بيها بايه بمعنى اصح؟ ال HTML يا صديقي هي اللغة اللي انا بستخدمها عشان اعمل ويب بيج، اللي انا ببني بيها هيكل الموقع، تمام. وهي بتبقى مكونة من مجموعة عناصر كده، العناصر دي بتقول للبراوزر ان انت تعرض لي الكونتنت ده ازاي. زي مثلا الهيدنج ده انا عايز ده يبقى عنوان، ان ده يبقى باراجراف، ان ده مثلا يبقى لينك، ده اعمله لي على شكل ليست ايتم، ده اعمل لي الحاجات دول مثلا جوه تيبل، تمام. ببدأ اقول للبراوزر انت هتعرض الحاجات دي ازاي بالاليمنتس اللي احنا بنستخدمها. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة.
أتمنى إن أكون فدتكم. ما ننساش نعمل لايك وشير لو المحتوى عجبنا، نعمل شير لزمايلنا عشان خاطر يستفادوا. ما ننساش نعمل سبسكرايب عشان يوصل لنا الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.